السلام عليكم. أهلا بكم في درس جديد في أساسيات الهندسة العكسية، لكن قبل ما نبدأ خلينا ناخد مراجعة سريعة على الدرس اللي فات. في الدرس اللي فات شرحنا المين فانكشن، قلنا إن هي أول حاجة بتتنفذ في البرنامج، وشرحنا الأوبجكت سي أوت، وقلنا إن ده مخصص بيعرض أي حاجة على الشاشة، وشرحنا الأوبريتور ده، وقلنا إن هو بياخد أي حاجة من هنا يمررها للسي أوت علشان تعرضها على الشاشة، وشرحنا برضو السلاش إن، وقلنا إن دي مخصصة بتنزل سطر، وشرحنا كمان return zero، قلنا إن دي بترجع قيمة، لو رجعت زيرو يبقى العملية ناجحة، لو رجعت واحد يبقى كده في خطأ. وشرحنا كمان الهيدر فايل، وقلنا إن الكود ده معناه استدعاء مكتبة IOStream include IOStream، ما كانش فاضل غير using namespace SDT. معرفناش دي بتعمل ايه. لو جينا مسحناها وعملنا run هيظهر لنا خطأ، وفي سطر أحمر مكتوب فيه، مكتوب لنا فيه error cout was not declared in the scope. did you mean، بيقول لي انت تقصد تكتبها كده. فلو نسخنا اللي هو كاتبها دي وخدناها كوبي وجينا كتبناها هنا مثلا ومسحنا الاتنين دول ودوسنا رن، الكود هيشتغل عادي مفيش اي مشاكل. معنى كده ان انا محتاج اكتب ال SDT دي قبل كل سطر انا كتبته، يعني هقعد اكررها كل شوية، فاكيد انا مش هعمل كده. فالسطر اللي هو نيمي سبيس ده بيخليني استغنى عن ان انا اقعد اكتبها قبل كل سطر ولا، فانا بكتبه كده على طول وبعمل سي اوت على طول ومفيش اي مشاكل. لو عملنا رن هتشتغل والدنيا تمام. خلينا نفترض دلوقتي ان انت عندك برنامج بتبيع عليه 100 منتج، وفي 20 منتج نفس السعر بالظبط، فانت كاتب تحتهم سي اوت الاوبريتور وعامل البرايس 100، وحبيت تغير ال100 دي، يعني ترفع السعر او تنزل السعر تحت ال20 منتج. طبعا انت عارض الكلمة دي تحت ال20 منتج، هل هتروح تحت كل منتج تقعد تغير واحدة واحدة 20 مرة؟ وهنا بقى هيجي دور الفاريبل. طيب يا شباب دلوقتي خلينا نعمل ديكلير لمتغير أو إنشاء متغير. هنيجي أول حاجة هنحدد نوع البيانات الداتا تايب. احنا طبعا عايزين المتغير نعمل بيه ايه، هنخزن جواه رقم صحيح، عدد صحيح، اللي هو 100، اللي هو البرايس 100. فهنعمل أول حاجة ان، وبعد ما الانت ده هو نوع البيانات الداتا تايب انتج. تاني حاجة هنكتب اسم المتغير، فهنكتب اسم المتغير برايس، وبعد كده نعمل يساوي الفاليو اللي هي القيمة، هنكتب 100، القيمة هي 100 وبس. دلوقتي هنيجي نمسح 100 دي، وهنكتب بعد الدبل كوتيشن دول العلامتين دول أي حاجة بتكون جواهم بتتكتب، يعني بتتعرض على الشاشة. يعني مثلا لو جينا كتبنا البرايس ومستنيين إن هو يطبع لنا 100، فده مش هيحصل، هيطبع لنا الكلمة، يعني فهمتوا؟ طب لو احنا عايزين بقى نعرض متغير هنعمل الأوبريتور ده، وبعد كده نكتب براس، مش هنحطها جوه علامتين زي العلامتين دول، لأن احنا لو كتبناهم هتتعرض ككلمة، احنا عايزين نعرضه كمتغير. فهنعمل رن، هيقول لي البرايس 100. هنعمل بس كده، هنمسح دي وناخد مسافة علشان يبعد عن 100 دي شوية، ونعمل رن، بس هيقول لي برايس از 100. لو غيرنا 100 دي خليناها مثلا 120، فهتبقى 120. خلينا نيجي هنا مثلا ننشئ متغير جديد من نوع int، ونسميه مثلا discount، discount، ونحط فيه قيمة مثلا 10، ده هيبقى الخصم. ونيجي تحت هنا نقول له البرايس از، نعرض له البرايس، بعد كده نقول سي اوت، هنعرض له البرايس بعد الخصم، ونفتح دبل كوتيشن ونكتب له برايس افتر discount is، ونطلع بره نعمل العلامتين دول الاوبريتور بتاعنا، وعايزين بقى ننقص الرقم ده من ده.
هنعمل ايه؟ طبعا الاسماء دي هي اللي بتمثل الارقام دي، فمش هنيجي هنا نكتب الارقام، لا احنا هنكتب الاسماء دي وننقصهم من بعض. يعني نيجي هنا نكتب برايس و- هنكتب برايس، علامة الناقص من الكيبورد من الزراير اللي فوق، ونكتب ديسكاونت ونقفل بسيمي كولون. هو كده دلوقتي هيعرض له البرايس، وهيقول له برايس افتر ديسكاونت، وهيعرض له السعر بعد الخصم. لو جينا عملنا رن المفروض يطلع لنا 110. هو طلع 110 بس الكلام لازق في بعضه كله، فهنيجي هنا نعمل سلاش ان. طيب هو احنا ليه بنعمل السلاش ان هنا مش بنعملها هنا؟ لو عملناها هنا هينزل سطر كده، هيكتب دي وبعد كده ينزل سطر ويخلي دي تحت في السطر اللي تحت، واحنا عايزين دي في نفس السطر برضه. فاحنا هنخليه يمشي، الكومبايلر يمشي على السطر ده وينزل تحت، يجي يمشي هنا يلاقي ينزل سطر، يلاقي السلاش ان ينزل سطر وبعد كده يكمل الكود. فلو عملنا رن هيعرض لنا البرايس از 120 والبرايس افتر ديسكاونت 110. علشان نعرف باقي انواع البيانات خلينا نعمل برنامج صغير بيعرض اسم الطالب وعمره والتقدير والدرجة النهائية. أول حاجة تعالى نعمل كومنت. الكومنت ده الكومبايلر مش بيشوفه وقت التجميع، يعني لو عملنا العلامتين دول وكتبنا هنا مثلا أي حاجة وجينا نعمل رن، ما عرضش أي حاجة، وعلشان احنا مش كاتبين، لكن دي ما تعرضتش علشان هي معمولة كومنت. العلامتين دول بيهمشوها، شوف مخلينها لونها مش عارف أصفر غامق ده ولا ايه. لو شلنا دول وعملنا رن هيظهر خطأ. فده كومنت، يعني لو حابب تكتب كومنت في الكود في أي مكان وما يتعرضش فتقدر تكتبه بالشكل ده. وفي شكل تاني ممكن تكتب العلامة المايلة دي وتعمل نجمة، وتعمل نجمة تاني وعلامة مايلة، ولو جيت في نص النجمتين هنا كده ونزلت وكتبت أي حاجة وسط السطور هنا مفيش أي مشكلة. الفرق بين الكومنت ده والكومنت ده لو أنا نزلت سطر وجيت أكتب الكلام هتلاحظ لونه اتغير بقى لونه أبيض، يعني ملوش دعوة بالسطر اللي فوق. معنى كده إن ده كومنت بيتعمل في سطر واحد، ولو عايز أعمل كومنت أحط جواه حاجات كتير فأقدر أعمله بالشكل ده. فأنا محتاج في البرنامج بتاعي أول حاجة عمر الطالب، تاني حاجة تقدير الطالب، آخر حاجة محتاجينها الدرجة النهائية. طيب هنبدأ البرنامج نعرف الأول متغير للعمر، متغير لتقدير الطالب، ومتغير للدرجة النهائية. هنعمل int. طبعا أول حاجة احنا محتاجين الايج انتجر لأن هو هيبقى عدد صحيح 20. تاني حاجة تقدير، محتاجين نوع البيانات، التقدير بتاعه هيبقى حرف واحد، فنوع البيانات هنا هيبقى تشير، ونكتب اسم المتغير بيساوي مثلا A، حرف ال A. وآخر حاجة الفاينل سكور هنكتبه فلوت، وهنكتبه فاينل سكور بيساوي، هنخليه مثلا 10.5. أنا كده كاتب كل حاجة تمام. لو جيت هنا كتبت 20.5 وجيت هنا عملت سي اوت للإيج وعملت end line وجيت عملت سي اوت لل فاينل سكور وقفلت، هنشوف ده هيطلع كام. المفروض الايج يطلع 20.5 والفاينل سكور يطلع 10.5، فطلع لي 20 وطلع لي 10.5. ليه ما طلعش النص؟ لأن أنا قايل له عدد صحيح، حتى لو كتبت 10.5 20 و20.5 20 وأي حاجة فهو هياخد العدد الصحيح وهيسيب الباقي. يعني زي ما جاي بص مش هياخدها، مش هياخد التسعة دي، هياخد 20 بس. هنا بقى لما حددت نوع البيانات ان هو فلوت انه يجيب الكسور، فهو جاب الكسور لاننا اللي محدد نوع البيانات. فده الفرق بين الاتنين، كل واحد بيستخدم في حاجة معينة. فاحنا هيجي نعمل بقى سي اوت، هنعرض طبعا ما ننساش بقى القفلة. هنكتب الايج ونعمل end ال الاند لاين دي اللي هي بنهي بيها السطر يعني، وبعد كده هننسخ دي كوبي
هنحطها هنا، نحطها مرة كمان، وهنغير دول بقى هنعمل له is، وآخر حاجة اللي هو السكور final score هنحطها هنا، وهنيجي هنغير دول برضو وهنكتب دي delete، وهنا آخر حاجة الفاينل سكور، وهنعمل run. هتلاقي عندك كل البيانات ظهرت، الايج والعلامة بتاعة الطالب، الدرجة النهائية. وبكده يكون شرحنا أهم أنواع الداتا تايب. لو الفيديو عجبك متنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك الفيديوهات الجديدة.